نعم فاطمة، يعني ما زالت الاشتباكات مستمرة في العديد من المحاور. المعارك يعني من شارع إلى شارع. بالطبع كان هناك عمليات دخول للجيش السوري خلال الساعات الماضية، خصوصا في فترة الليل. كان هناك بعض العمليات التي قام الجيش السوري بتنفيذها من خلال يعني عملية التفاف بعض المجموعات. يبدو أن هناك مشكلة في وصول الصوت. على كل شكرا لحسين مرتضى. مرة أخرى يعود الصوت. حسين تفضل. أنا لا أسمع حسين مرتضى من القصير يحدثنا عن الأوضاع هناك. مقتل قائد جبهة النصرة أبو عمر، يعني اعترفت المجموعات المسلحة بقتله، وكان هناك بعض الاعتقالات. حسب المعلومات التي حصلنا عليها أنه كذلك تم اعتقال بعض المسلحين الغير سوريين، وخصوصا بعض القناصين من الشيشان ومن بعض المناطق الأخرى. العملية ما زالت مستمرة. أكثر من حوالي 200 جريح كذلك للمجموعات المسلحة، وهذا باعترافهم. المصادر الجيش السوري تؤكد أن العدد أكبر بكثير من ذلك. هم اعترفوا فقط بهذا العدد خلال المواجهات في الساعات الماضية. الأبرز كان هو عملية الاقتحام التي قام بها الجيش السوري من الناحية الجنوبية باتجاه بعض الأحياء من أجل إطباق الطوق أكثر، وسياسة القضم التي يعني يقوم بتنفيذها الجيش السوري في هذه الأوقات، خصوصا أن المعارك الأشد تتمحور عند الحي الشمالي الذي ما زالت هناك مجموعات مسلحة تتواجد في تلك المنطقة. منطقة الكنيسة والبلدية والمركز الثقافي، كل هذه المناطق تقريبا يعني هي أصبحت تحت سيطرة الجيش السوري. الآن عمليات تنظيف من ناحية لا يكون هناك بعض القناصين، فك العبوات، وما شاهدناه بالأمس يعني هناك عشرات العبوات التي قامت المجموعات المسلحة بزرعها بطريقة يعني تسمى بالعلم العسكري تشريكة عبوات، من أجل أنه إذا انفجرت واحدة تنفجر كل هذه العبوات، وهذا دليل على تحصن المجموعات المسلحة في تلك المنطقة. اليوم أعتقد بعد قليل سيكون هناك بعض العمليات لاستكمال عملية التنظيف في تلك المنطقة. حاولت بالأمس ليلا فاطمة، وهنا نقطة جدا مهمة، حاولت إحدى المجموعات الدخول من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة عرجون من أجل مساندة المجموعات المسلحة. حسب يعني المصادر العسكرية أنه تم استهداف هذه المجموعة، وقتل عدد من المسلحين الذين كانوا يحاولون الدخول إلى داخل الأراضي السورية لمساندة المجموعات المسلحة من ناحية الحدود اللبنانية. بالإضافة من الحدود الثانية من ناحية وادي خالد كذلك حاولت إحدى المجموعات المسلحة الدخول إلى منطقة هيت، للدخول كذلك إلى مدينة القصير، وهذه تسمى غرب القصير. كذلك اشتبك معها الجيش السوري، قتل 5 من هؤلاء المسلحين، ومن ثم لاذ البعض بالفرار. يعني هناك محاولات الآن من قبل المجموعات المسلحة خصوصا من ناحية الحدود اللبنانية من أجل إدخال بعض يعني التجهيزات وبعض المساعدات والمساندة لهذه المجموعات. شكرا لك حسين مرتضى مدير مكتب العالم، وحدثنا من القصير. شكرا لك.